حابب اتكلم النهارده في موضوع مهم جدا. موضوع الطفل عبد الرحمن اللي السوشيال ميديا كله عمال يتريق او عمال يقول عادي واللي عنده معزة يربطها. طبعا احنا لسه ما شفناش حاجة، يعني كل الايام اللي جايه دي ايام سودة وايام ما يعلم بها الا ربنا. بالعكس، اللي عنده ابن ما بقاش يربيه، ما بقاش يقول له ده صح، ما بقاش يقول له ده غلط. احنا بقينا شاطرين ان احنا نطلع نتريق على كل حاجة. ما بنفهمش الناس، ما بنوعيش اللي قاعد يتفرج، اللي عايز يعمل فيديو كوميدي او فيديو ساخر فبيعمل فيديو ساخر او فيديو كوميدي. مش فارق معاه ايا كان هو الموضوع، لا بالعكس، هو طالع يعمل فيديو ان هو يتريق وبص يا ابني براحتك. يا جماعه ده غلط، ده مبقاش فيه تربيه، مبقاش فيه اهتمام بالطفل. عشان احنا بقينا كلنا، كل الشعب المصري شعب رقم واحد في التفاهة وفي المسخرة. لكن ان اب يعلم ابنه يقول له ده غلط وده عيب وده ما ينفعش، لا، الاب طالع يرد اللي عنده معزة يلمها. يعني انا بقول الام البنت معلش، عشان احنا بقينا في مجتمع سافل كله، وربنا يبارك لك فيها وانت ست محترمة، وبجد انا مش عارف اقول ايه، وعايز اقول لابو عبد الرحمن ربنا يسامحك، وهي الحياة كما تدين ودان. مع الف سلامة.